أخي سير. مرحبا، أهلا وسهلا. في البدء واحد التعبير صدر منك الآن حالا، هو أن نمشيها. أنا سيدة بلغت من الكبر عتيا، أنا أكبر من الجزائر ب6 سنوات. ما شاء الله، نعم سامحيني نعم، والله مو قصدي أقسم. يعني. شوف، أنا أكبر من الجزائر ب6 سنوات. إذا كانت الجزائر قد خلقت سنة 62 فأنا أعي جيدا، وقريت في التاريخ والجغرافيا معنى الجزائر وكيف سميت الجزائر، وأنا أدرس في الثالث ابتدائي حينما خلقت الجزائر، بمعنى وأنا خبيرة في القضية الوطنية. أنا صحيح بأنه ويا تجاوزت سامحينا وضربت سامحينا يا أستاذة سامحينا. وضربت القانون اللي واضعوه نتايا ومن حقك توضعه ديال المنصه ديالك. المعذرة. انا لا اقول بان انا لا يهمني بان اسعد الشرعي اليمني، مع احترامي للشعب اليمني الشقيق، كنقول بانه وعندي علاقه بهم، وسبق لي زياره اليمن في عهد صالح، وكانت المناسبة ندوة بالنسبة للنساء. على أي هذا لا يهمنا، ما يهمنا هو أنه أثار انتباهي اللي خلاني لا أملك زمام نفسي، وبالتالي أرد على ذلك الجزائري، ذلك الشاب، وأعطيك نموذج واضح للأجيال التي تمكنت ونجحت. الآلة التحكمية أو الحكومية أو النظام الجزائري في خلقه هي أجيال، وعندنا أجيال الأدمغة ديالها فارغة. أقولها كمربية خبرت دروب التعليم في مختلف مسالكه. واسأل عني، نعم اسأل عني جميع، وشوف قرا لي أنايا. ولكن هذا الشاب أنا سأخاطبه انطلاقا من تخصصه الذي يقول بأنه علم نفس، لأنني أنا تقاعدت وفي مرتبة مفتشة ممتازة بأكاديمية مراكش على عين للتعليم. هذا السيد غنطلق معاه من سوسيولوجيا الإنسان المنهزم، وسبق أن كتبت غداة تنظيف القرقرات مقالا نشر في مجموعة من المواقع وفي حرة بريس حول سيكولوجية المنهزم حكام الجزائر نموذجا. حينما تجرأت إحدى القنوات الجزائرية، وكانت سخرية سوداء من المقدس عندنا رئيس الدولة وملك البلاد، في تلك الصورة السخرية السوداء حتى التقنيات نتاع كتابة سيناريو أو توظيف لا يستوعبونها. مهم، وهمانية الأداة أو اليد اللي عملت هذاك هي اللي عملت تاع اسبانيا. غادي ننطلق معاه من هاد المسألة، لأنه هو حنا كنشوف الأمر دابا كيستدعي، مادام هو مختص في علم النفس، كنقول لها وليدي راه كيستدعي قراءة جادة ومسؤولة وعلمية لنفسية المنهزم. هاد النفسية ديال المنهزم اللي كتحتمل العدوان ونفسية مهزومة محبطة فاشلة هشة، كتنفرد بخصوصية تشكل الصفة الجوهرية للعنف، للحسد، للحقد. الآن راها وصلت لواحد المرحلة اللي هي كيأكدها علم النفس وعلم وسوسيولوجيا المنهزم تؤكدها. اش كتقول لك بان هذاك المنهزم كيوصل لواحد المرحله اما كتولي فيه متلازمه ستوكهولم يتعلق بجلاده، او تيلجأ الى المحاكاه وتقليد الغريم ديالو. ولهذا يا ابني، باش تقول لي بانكم انتم اصحاب التراث وانت لا مادي، وعلى انكم انتم اصحاب كذا وكذا، لا يا عزيزي، كما قال لك ووصفك الآن عرفت قيمتك ورمزيتك، وهذه بدون مجاملة. أسعد الشرعي، علاش نقول لك سيدتي نعم سيدتي نعم سيدتي لو سمحت دقيقة يا لا سفيان. غير باين لا لا لا، التحفظ، لحظة سفيان. لا أرجو اوبليجي يا أخي، لا يا تقاطع علي المرأة سيدتي. تقول لا، كلام من طويل. بعد أنا معك يا سفيان خليني سفيان، نكمل. أرجوك والله دقيقة. حنبوك أسأل. يا الله لا تقاطع، شوفي خليها مسترسلة يا أخي. سيد هبطي شويه المستوى، خاطش الجزائريين ما يفهموش هذه اللغه. لا بلاتي، اسمع، لا نعم لا لا، واخا هم انا ما متفقه
فهمناش، ما متفقة يفهموش معك، هذا المستوى. متفقة معك. أسعد الشرعي هذه كنت في راكي مستوى. طلعتي المستوى لا بلاتي بزاف. لأن هذا مستوايا أنا هكا لا دايرة. خاصك ها لا لا نقول لا، لك. باسكو لحظة 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 الجزائريين لحظة ما لحظة لحظة يفهموش لحظة هذا يا سفيان. المستوى. يا سفيان، أنا هنا سأنشر هذا المقطع. أنا الآن هي تتحدث وأنا أفكر لا أنني بصح لحظة الجزائريين لحظة يا يفهموا أستاذة، هذا. لحظة. الله أرجوك يا أرجوك سفيان، يا أتوسل سفيان، إليك سي سفيان تفضل راني. لو سمحت يا شوف سفيان، أرجوك تفضل أتوسل تفضل. إليك. يا كنقول سفيان، لك دعها هي كنقول 5 لك دقائق نعطيها 5 دقائق. وصلنا لهاد يا المرحلة. سفيان، دقيقة لو سمحت، الآن خليك. وصلنا لواحد المرحلة اللي نحللوا فيها نفسية هذا المنهزم اللي وفي يا السوسيولوجيا أستاذة الإنسان. أستاذة لحظة، عيدي لي الجزئية. أنت قلتي إما أن يتعلق بجلاده في متلازمة ستوكهولم أو ستوكهولم يتعلق. أو المحاكاة والتقليد، يلجأ إلى المحاكاة والتقليد من غريمه. إذا حنا ما نتقلقوش إلا شفناهم تيقول لك بأن القفطان جزائري وبأن الكسكسو جزائري وبأن سميته يعني جبل طبقال جزائري وبأنهم جامعة القرويين جزائرية وبأنه يعني ما نتقلقوش. لأنها ما تنساش بأن علم السوسيولوجيا هي علم إنساني، والعلوم الإنسانية وصلت العلوم الحقة. شكون اللي فيها علم اللغة الحديث؟ وعندك السيدي الانثروبولوجيا الانسان. الا مشيتي تدرستي هذه الاشياء كتلقاها كتنطبق بالتمام والكمال على الجزائريين. وغنقول لك واحد المساله هذه لا اجاملك فيها، لانه ما كنتش استوفيت، رديتي بالمنطق وما يقبله المنطق وما هو الواقع. انه هذا السيد هذا الشاب، واعتقد بانه شاب كان واقف قدام مرايه وتيشوف نفسه وكيتكلم على الغريم ديالو. فهمتيني؟ هذا تعبير رائع جدا. اذا انا اللي كنقول ثم ايضا نمشيوش بعيد، هو ملي تيتكلم علينا وتيتكلم على التاريخ، راه هذا ابو القاسم سعد الله شيخ المؤرخين عندهم. بعد ما تقلق المؤرخين الجزائريين وبغى يتدارك من اجل باش تكون في يدو واحد القبضه من لا شيء، لانه لا شيء. ازمه هويه، ازمه تاريخ عبر عليها وزير سابق، عبر عليها محمد اركون الاكاديمي الاستاذ كرسي في مجموعه من الجامعات اللي هو طلب باش الرفات ديالو توارى في المغرب، وبالفعل دفن او تمت يعني مواراه جثمانه في روضه الشهداء بالدار البيضاء. ومن لا يعرف وحضرت لي. اذا هنا اش تيقول شيخ المؤرخين اللي هو ابو القاسم سعد الله؟ اش قال لهم انتم الخوف من التاريخ، تلجؤون إلى تزييف الحقائق وحرق الوثائق وسب الآخرين. هؤلاء هم للأسف جيراننا. صحيح بأنه إحنا كانت في المغرب تقول بحال عايشين في واحد البلاصه اللي هي كان وهذه الحكمه ديال الحسن الثاني. وانا راني بالمناسبه مناضله يساريه تقدميه، واحمل من الزاد التقدمي للقضيه الوطنيه انطلاقا من قناعتي ان التقدميه الحقه هي الوطنيه الحقه التي لا تنحبس في المشاعر الشوفينيه والقضيه الوطنيه. وانا معتقله سياسيه سابقا، واقول له باش تقول لي ان سنوات الرصاص بان المغرب عنده، لا، المغرب كانت عنده الاخطاء التاريخيه اللي دارتها الحركه الوطنيه انطلاقا من التآمر على الملكيه. وانا ابنه الحركه الاتحاديه، نعم، لانهم كانوا في الجزائر ولانهم هما اللي جايين باش يدبروا الانقلاب. انا ذاك ديال احداث مولاي بوعزه اللي تحكمت فيها 15 واحد تم اعدامها، ديال الدوله من حقها تدافع على نفسها. وانا ملي كنقول لك هذه الكلمه راني وصلت من الكبر عتيا. هذه هي الحقائق. ونهار غادي نشد انا الاستجوابات اللي ما فيها الاستجواب مع الفقيه البصري ساقول الحقيقه، وعندي من الوثائق ما يثبت ذلك. واسال عني سي عبد الرحيم منار السليمي ويقول لك هل انا اقول الحقيقه. ادخل جوجل، دير ملكه تيطان بالعربيه، قرأ
للرأي اللي عند ديال سميتو عبد الباري عطوان. شوف المقالات ديالي